ياخد ثقتكم باذن الله يعني. اول نقاط من عايزه اكلمها هي نقطه الشباب. الشباب دايما بيقولوا او هم بيقولوا ان هو مش نازل او لا يثق في المرشحين اللي نازلين. صحيح؟ اكيد بس انا متهيالي لو انت دورت كويس هتلاقي فيه مرشحين قريبين منك. يعني ايه قريبين منك؟ يعني ممكن يمثلوك. البرلمان اللي جاي برلمان مهم جدا، لانه لا يمثل حزب معين ولا كتلة معينة او جماعة معينة، بل هو متروك للشعب. يعني الرئيس مش محدد الحزب ده تبعي فيا ناس انتخبوه، لا، وسايب لكم انتوا الاختيار. هو الاختيار هيبقى صعب لان احنا 39، وعشان تختار من ال 39 3 او تقرروا ان الثلاثة دولت هم اللي صالحين، فممكن نختصرها في حاجة بسيطة جدا. ممكن نمثل من يمثلنا، يعني اللي شبهنا او اللي قريب مننا او قريب من الفئة بتاعتنا. احنا كلنا فئات عمرية معينة وفئات اجتماعية مختلفة. بتهيألي اللي لازم يمثلنا لازم يمثل فئة عمرية قريبة مننا وفئة اجتماعية برضه مناسبة لينا. ده متهيألي هو اللي هيقدر يمثلنا. ومتهيألي الشباب شاطر في الفيس وشاطر في التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، وممكن يوصل بسهولة للمرشحين ويعرف كل مرشح وفكره ايه. الدولة بتعتمد على الشباب والكبار والسيدات في ان هي فعلا هتختار من يمثلها. فطبعا ادعو الشباب وادعو كبار الرجال والسيدات ان هم يختاروا من يمثلها، لان المجلس الجاي ده مهم. وبرضه عايز اعرفكم ان المجلس اللي جاي ده على قد ما هو مهم، على قد ما الفئات اللي موجوده فيه هي اللي هتمثلنا. ازاي؟ يعني لازم يكون فيه كافه فئات المجتمع، لازم يكون فيه فئات متوسطه، عمال، لازم يكون في مرأة، لازم يكون في أقباط، لازم يكون الفئات العمرية والفئات المجتمعية كلها ممثلة. ليه؟ كانت مرة المستشارة تهاني بتجتمع بينا وبتقول لنا ترابيزة البرلمان عشان تبقى جيدة وسليمة لازم كل فئات المجتمع تبقى موجودة على الترابيزة دي. ازاي؟ يعني كل فئات المجتمع تعرض مشاكلها، كل فئة بتعرض مشكلتها، لكن ما تجيش على فئة معينة وتقصرها او تمنعها وبعد كده تروح لفئة تانية وتعرض مشاكلها. يبقى احنا لازم نختار اللي يمثلنا عشان المشاكل بتاعتنا كلها تتعرض من خلال البرلمان. طبعا برنامج الانتخابي لو تحبوا تعرفوه ولا انتوا مش طب انتوا في رأيكم، انا برضو عايز اقول منكم انتوا في رأيكم ايه اهم حاجة ممكن البرلمان يعملها او يقررها؟ التعليم هو اللي بيعمل، هو بيبني حاجات كتير، يمنع بطاقة الشرب.